ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ازاي افضل الحاجات الزائله دي واسيب صلاتي؟ اتفضلوا يا جماعه، طلعت لكم ابني دكتور، الشهاده دي ماتت خلاص معاه، فين شهاده الاخره؟ انا يا رب هدخل اقضي العقوبه بدل خدمتيهم وطلع عينك في خدمتهم، كل اللي عملتيه ملوش لازمه. اولويتك تكون لنفسك لاخرتك. لازم احط الصلاه في المقدمه. الصلاه دي اهم من النفس اللي بتنفسه. عيوني اصلي واجيلك، فلما الموضوع يخص اخرتك خليكي بتاعت مصلحتك قوي. ان شاء الله ما رضيوا عنك، انا حياتي كده واللي عاجباه حياتي على كده، اهلا وسهلا. وخلي عندك شخصيه قويه. مش عارفه التزم بالصلاه، اعمل ايه؟ ليه؟ هحلها لك باذن الله. بس ليه؟ هقولك على تجربتي الشخصيه، بس بعد ما اقولك حاجه مهمه. اقعدي كده، كلمي نفسك واسالي نفسك ايه عندي في الدنيا اهم من الصلاه؟ ايه؟ مذاكره، زوج، اولاد، خطيب، ام، اب، شغل، فلوس؟ ايه في الحاجات دي كلها اهم من اخرتك؟ ايه في كل الحاجات الفانية دي هينفعك اكتر من الصلاة؟ كل الحاجات دي هتنتهي الى زوال، فازاي افضل او اعطي وقتي واهتمامي للحاجات الزائلة دي واسيب صلاتي؟ والمشكلة ان الحاجات اللي انا بهتم بيها دي كلها هتبعني، محدش فيهم هيشيل عني ذنب ترك الصلاة ولو فرد واحد. ابنك اللي ذاكرتيله وسبتي الصلاة عشان يطلع دكتور، مش هتروحي في الآخرة تقدميه اتفضلوا يا جماعة طلعت لكم ابني دكتور، عشان كده ما كنتش بلحق أصلي، والله ما فضتش، كان بياخد واجبات كتير. لا، الشهادة دي في الدنيا، الشهادة دي ماتت خلاص معاه، فين شهادة الآخرة؟ ما هو ده امتحان تاني. انت نجحتي في امتحانات الفيزياء والكيمياء والطب والهندسة بتوع الدنيا، فين بقى امتحان الصلاة؟ مفيش. بنتك مش هتقول معلش اصلها طول الليل كانت بترضعني وكنت بيبي وكنت بصوت وما كانتش عارفه تصلي مني، كانت سهرانه تعمل لي كمادات عشان كان عندي سخونيه، فانا يا رب هدخل اقضي العقوبه بدلها. مفيش خالص حد هيشيل عنك. خدمتيهم وطلع عينك في خدمتهم بوقتك ومجهودك وروحك وصحتك وتفكيرك، لكن محدش هيقعد دقيقه بدالك في جهنم. لحد خدمتيه هيشفع لك، وحتى لو موتي نفسك وضحيتي بروحك عشان حد عشان تسعديه وسيبتي الصلاة عشانه هينفعك. كل اللي عملتيه ملوش لازمة. فخلي عقلك وقلبك يتشرب بفكرة الأولويات. أولويتك تكون لنفسك، لآخرتك. أولويتك تكون ليكي، للي هينفعك، للي هيدوم ويستمر معاكي للأبد. محدش هيجي في الآخرة يقول يا رب أنا اتربيت طيار قد الدنيا اشفع لي، لا. ولا هتنفعك مذاكرتك مع لحد الصبح، هتنفعه هو في الدنيا. ما بقولكيش ما تربيش وما تذاكريش، ربي وذاكري وعلمي واهتمي وكل حاجه، بس ما تنسيش نفسك وتبوظي اخرتك عشانه. اقولك كمان، انت لو بتسيبي الصلاه عشان تحفظي قران، مش هقولك بقى عشان دنيا، لو عندك ميعاد حلقه عشان تلحقي الحلقه هتفوتي الصلاه، صلي الاول حتى لو الحلقه هتفوتك. الصلاه اهم من اي حاجه في الدنيا. صلاه الفريضه اهم حتى من قيام الليل، اهم من العمره. لو عندي مجهود وطاقة وهختار بين اني اعمل عمرة ولا اصلي الفروض، لا اصلي الفروض. تخيلي كده لو انتي بتبني برج عالي وعمالة تزيني فيه وتجملي فيه، هل هتعرفي تبنيه من غير عمدان تحت تشيله؟ مش هينفع، هينهار. اللي عمالة تبني في الدنيا وتدي وقتها كله لأولادها، لزوجها، لحبايبها، لأصحابها، لشغلها، لأهلها ومعارفها، عايشة للدنيا بس، حتى لو بتعمل خيرات محدش عملها، عاملة زي اللي بتبني مبنى على الهوا من غير عمدان. الصلاة دي عمود الدين، هي العمدان بتاعت عملك الصالح، بتاعت دينك كله. عملتي صالحات كتير وعمالة تبني في صالحات على صالحات على صالحات، ومفيش عمدان شايلاها ولا كأنك عملتي حاجة. صلاتك سليمة، عمدانك سليمة، يبقى كل الخيرات اللي عملتيها سليمة ومقبولة بإذن الله، وذنوبك مغفورة. الصلاة بتكفر الذنوب. طب ايه هيكفر لك ذنوبك لو ما صليتيش؟ طيب مفيش صلاة يبقى مفيش عمدان، بكل اللي عملتيه مش هيتبصله اصلا يوم القيامه. طب اعمل ايه؟ هقول لك على تجربتي الشخصيه وهكلمك عن تجربه. انا كنت زيك كده، كنت بتمنى ان انا اصلي زي كل الناس اللي بشوفها، بتمنى اقول هي الناس دي بتصلي كده ازاي، صابرين كده ازاي على الصلاه؟ يعني اشمعنى انا بكسل وهما مش بيكسلوا؟ اشمعنى هما بيقوموا وبيتوضوا وانا بكسل اتوضى؟ ما انا منقوعه في الميه ليل نهار، غسيل على مواعين على طبيخ على تسييق، جت على كوبايه الميه اللي هتوضى بيها. يعني ايه يسمعوا الاذان ويقوموا يصلوا وانا ما اقومش؟ هم فيهم ايه زياده عني؟ يعني ايه يسمعوا الاذان على طول كده يتوضوا ويصلوا وانا بسمعه كل يوم زيهم 5 مرات وما بقومش؟ اشمعنى الصلاه عندهم مهمه وعندي انا مش مهمه؟ ليه الصلاه عندي مش بالاهميه دي اللي تخليني اسيب كل حاجه في ايدي زيهم واقوم اتوضى واصلي على طول اول ما اسمع الاذان واقف بين ايدين ربنا؟ ايه المشكله عندي بالظبط؟ دي الصلاه دي ابسط حاجه، ده انا بعمل حاجات صعبه كتير قوي، مش عارفه اقف دقايق اصلي.
لما قعدت فكرت اكتشفت ان الصلاة دي هي اسهل حاجة بنعملها في يومنا يا جماعة. سيبناها وبقينا نعمل الصعب المتعب المرهق المهلك اللي ملوش اي لازمة. 5 دقايق صلاة بكسل اصليهم، لكن ممكن اقف اغسل المواعين ساعتين متذنبة كده واقفة. طب ليه ما اعرفش اقف ساعتين اصلي؟ طب ساعة، طب نص ساعة، اشمعنى يعني؟ الدماغ الفاضية دي لا بجد يعني. ممكن اقف في عزومة، اقف يومين متواصلين عمالة بطبخ عشان ناس كتير هتاكل. طب الصلاة طيب دي بسيطة قوي. الصلاة اسهل ولا وقفتنا في المطبخ؟ الصلاة اسهل ولا تطبيق الهدوم وكنس الارض وغسل التلاجة وغسل السجاد والحمام وتنفيض الشبابيك؟ انه الاسهل؟ الصلاة اسهل ولا مشوار الكلية اللي بتدبي فيه ساعتين رايح جاي اسهل؟ الصلاة اسهل ولا شغلك من الساعة 6 الصبح تصحى ل 12 بالليل؟ انه الاسهل؟ الصلاة اسهل ولا الجيم اللي بنروح نتعذب فيه هناك؟ الصلاة اسهل. ومع ذلك عملنا كل حاجة صعبة وسيبنا الصلاة السهلة اللي هي اهم من كل حاجة. طيب عملت ايه بقى عشان اطلع من المشكلة المعضلة دي؟ لا ما انا لازم اصلي بقى، مش هينفع اللي انا فيه ده. اشمعنى الناس دي كلها تخش الجنة وانا والعياذ بالله على سكر ليه؟ فابتديت اسمع بقى، ابتديت اسمع واتعلم. جبت كل الحلقات اللي بتتكلم عن الصلاة والخشوع في الصلاة وفقه الصلاة لأي شيخ أو عالم أو داعية بيتكلم عن الصلاة. سلاسل وحلقات، بص كمية حلقات لا تعد. ما سبتش عالم، شيخ، داعية، كتب بقيت اشتريها واقراها. بقيت اسمع في كل وقت وفي كل مكان اروحه. الهاند فري في ودني وبسمع كل ده وانا لسه مش بصلي على فكرة. بقيت اخد من كل حلقة كلام جديد. كل شيخ له طريقة بيتكلم بيها عن الصلاة مختلفة عن التاني، وكل شيخ بيقول افكار مختلفة وبيحببك في الصلاة بطريقة مختلفة، بطريقة جديدة. فبقيت اسمع لأي حد. ما عنديش بقى حكاية الشيخ ده تبع مين وده انتخب مين، واصل الشيخ ده تبعنا وده مش تبعنا، اصل الشيخ ده بيلبس اصفر لكن ده بيلبس اخضر، اصل ده دقنه معرفش كام سنتي لكن ده دقنه معرفش. لا، اسمع لأي حد. ما بفكرش انا كده، اي حد بيقول كلمة كويسة عن ربنا عز وجل وكلمة موثوق فيها بسمعه، وبراجع برضو ورا اللي بسمعه على فكرة. حتى لو بيتكلم في اي كلمة في مجال تاني دنيوي ماليش دعوة، دي مش هاخدها، بس هاخد الحاجة الحلوة اللي هو قالها. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيت نفسي بعد ما كنت بصلي وبقطع كل فين وفين، كنت ممكن أصلي يوم وأجل سنة. بعد كده ما ابتديت أسمع الفترة بقيت تطول، بقيت أصلي مدة أطول، بقيت أصلي أسبوع مثلا متواصل. بعد كده لقيت نفسي بصلي شهر متواصل، شهرين متواصل، لحد ما الحمد لله وبفضل الله ثبت على الصلاة وما بقيتش أقطعها أبدا. أحمدك يا رب وأشكر فضلك. بقيت أسمع الأذان أرمي اللي في إيدي وروح أصلي، أيا كان اللي في إيدي ده إيه. حتى لو كنت في محاضرة، حتى لو كنت في درس، أستأذن وأطلع أصلي وأرجع. ماليش دعوة، هما مش عايزين يصلوا ماليش فيه، هما مجتمعين على الدنيا ومنهمكين في الدنيا ودروس الدنيا. مع السلامة، أنا هسيبكم وروح للجنة 5 دقايق ورجع لكم تاني، مش هيطيروا. ما عنديش بقى أصل الحتة دي هتفوتني، تفوتني أبقى أجيبها أسمعها من على النت أو أكلم المدرس يعيد لي شرحها تاني بعد الحصة أو زميلتي تعيدها لي. مش هأجل الصلاة، قرار وخدته. طب الأكل على النار بطفي عليه وبدخل أصلي وبرجع له تاني. طب المواعين في إيدي أسيبها وأغسل إيدي واروح أصلي وارجع لها تاني. طب رايحة مشوار وهتأخر بره، ما بخرجش إلا لما الأذان يأذن، أصلي الأول وبعدين أنزل. مش بنزل بقى ومش مشكلة، أنا مالي، أنا ورايا مشوار لسه هستنى عشان أصلي يعني ولا إيه؟ هستنى الصلاة، المشوار مش هيطير، وقت الصلاة هو اللي هيطير. خدي بالك، الأذان بيأذن مرة واحدة، مفيش حد هيأذن لك تاني عشان يفكرك بميعاد الصلاة. طب مسافرة ورايا سفر، أصلي إزاي؟ جبت فقه الصلاة وتعلمت صلاة المسافر وبقيت أنفذ. الأذان يأذن عليا وأنا مسافرة، أنزل في أي مسجد على الطريق وأصلي. طب ما فيش مساجد أو المساجد عدى وقت الصلاة وقفلوها والصلاة هتفوتني، بركن العربية في أي مكان وبنزل أصلي جنبها في مكان متداري. المشوار اللي أنا رايحاه مش هيتلغي على ال5 دقايق اللي هصلي فيهم الفرض. الصلاة أهم منك يا اللي أنا مسافرة لك، الصلاة أهم مني، أهم من راحتي ومتعتي ورحلاتي ومشاويري وشغلي. دي آخرتي، دي حياتي، يا جنة يا نار. مش فلوس بقى ولا رحلة ولا عربية، لا دي أعظم من كده بكتير. طيب أجيب مية منين؟ عايزة أتوضى وأنا مسافرة، باخد معايا أزازة مية عشان لو ما لقيتش مية في الطريق سايباها كده في العربية عشان لما أحب أتوضى لو ما لقيتش مكان أتوضى فيه. طب في البيت والنور بيقطع والمية بتقطع، مالية إزازة مية في كل أوضة، سايبة إزازة عشان أتوضى منها، عشان ما يبقاش في حجة، عشان ما الاقيش حجة ان انا اخر فابتدي اخر واخر واخر واتعود على التأخير. اشتري ازازة مية معدنية وتوضي منها، احنا مش في صحراء. ما انت لو عطشتي هتجيبي مية من تحت الارض، اتصرفي برضو وجيبي مية وتوضي.
فهو ده الاهتمام اللي اديته للصلاة لما سمعت. فمن كتر ما سمعت عن الصلاة، عارفين انتوا الزن على الودان؟ خلي حلقات الصلاة تزن على ودانك لحد ما هتلاقي نفسك حبيتي الصلاة بكل الطرق اللي في الدنيا. لما هتسمعي خبرة كل شيخ عن الصلاة، كل أقواله وكل الأمثلة اللي بيقولها وتجاربه الشخصية، هتلاقي نفسك بعد فترة جمعتي في قلبك وعقلك كل ذرة إيمان لمست قلب مؤمن حببته في الصلاة. هتلاقيها اتنقلت لك وهتحبيها انت كمان بكل الطرق اللي سمعتيها. وتلقائيا بقى لقيت نفسي مع الوقت، عارفة انت، بطلت الأفلام، بطلت المسلسلات، بطلت الأغاني بالتدريج، طبعا بالتدريج. وابتدت بقى الحاجات دي تتسرسب من قلبي واحدة واحدة. أنا كنت منغمسة فيها أصلا، يعني مش مولودة بصلي، أنا كنت بدرس الموسيقى، يعني كنت مغروزة في الجو ده. فلما تبتدي تسمعي حاجات تانية، تسمعي حلقات علم، تسمعي قرآن، هتبتدي تبطلي الحاجات دي واحدة واحدة. ممكن في الأول تلاقي نفسك شوية كده وشوية كده، هتلاقي نفسك شوية تسمعي حلقات وشوية ترجعي للأغاني، لكن بعد فترة لما تستمري تثبتي هيجي عليكي وقت خلاص ما بقتش تستهوكي الأغاني قوي، ما بقتيش متعلقة بيها، ما بقتش تجذبك. فيلم شغال أو مسلسل شغال عندكم في البيت، ما بقتيش تهتمي ان انت تقعدي ترشقي قدامه لحد ما يخلص، ما بقتيش متعلقة بالحاجات دي، ما بقتش توحشك. هتبقي حاسة ان انت عايزة تشربي اكتر من العلم ومن الإيمان، لأنك بقيتي تلاقي نفسك في الناحية دي، لقيتيها بتأثر عليك تأثير إيجابي، لقيتيها بتحببك في ربنا عز وجل وبتقربك منه وبتثبتك على الصلاة. ايه ده؟ ايه الحاجات الحلوة دي؟ سمعتها واستفدت منها، طب خلاص خليني مع الحاجات الحلوة، هفضل اسمعها على طول. طب الأغاني والأفلام والمسلسلات دي بتبعدني عن ربنا وبتنسيني صلاتي وبتخليني أظهر قدام التلفزيون وأفوت الأذان وأتفرج على حاجات حرام ومعاصي وبنسى صلاتي وبخسر آخرتي. لا بلاش دي. فأنت لوحدك بتروحي للحاجة اللي بتربط روحك بالله عز وجل. فابتدي من دلوقتي، ابتدي من دلوقتي، جمعي حلقات عن الصلاة، اسمعيها قبل ما تنامي. إذاعة القرآن الكريم كنت ألاقي فيها درس أو أمسية تتكلم عن الصلاة، عن حب الله، عن أي حاجة، أقعد أسمعها. أسمع التواشيح الدينية اللي بيجيبوها، بتلمس القلب كده وبتوديكي في حتة تانية. افتحي الشباك كده وبصي للسماء وللنجوم وانت بتسمعي، واسرحي في ملكوت الله وفي عظمة خلقه. شعور ما بعده شعور. هتحبي ربنا فهتحبي تصلي له. اسمعي الحلقات وانت بتشتغلي، وانت واقفة في المطبخ، اسمعي وانت في المواصلات، اسمعي وانت ماشية في الشارع. هيفضل ذكر الله ملازم قلبك وعقلك وانت ماشية. لو لا قدر الله جرالك أي حاجة، ربنا يكتب لك بإذن الله حسن خاتمة، لأنك ماشية وبتذكري الله وبتسمعي درس علم عن الله. فبالطريقة دي ومع الوقت وبالتدريج بإذن الله هتثبتي على الصلاة ومش هتتركيها لحد ما تقابلي ربنا وانت ثابتة على الصلاة. بس اصبري واستمري وما تبطليش تسمعي. والحلقة سمعتيها مرة، اسمعيها تاني وتالت وعشر. أنا كنت بعيد الحلقات لحد ما كنت بلاقي نفسي حفظتها. عارفة لما كنت ببطل أسمع كنت برجع تاني للضياع والأفلام والأغاني والتضييع الوقت والحاجات اللي ملهاش لازمة. طبعا صلاتي كانت بتتأثر بالتبعية. فهي المسألة مسألة صبر وثبات على السماع وتدرج وترتيب أولويات. لازم أحط الصلاة في المقدمة، في القمة، أول أولوياتي. مش هعرف أحطها في القمة إلا لو عشت في جو يحببني في الصلاة بالحلقات اللي قلنا عليها، وإلا إذا قعدت وشربت أفكاري ومشاعري وقلبي وإحساسي إن الصلاة دي أهم من النفس اللي بتنفسه، أهم من أي حد ممكن يعطلني عن آخرتي. زوجي عايزني في حاجة، عيوني أصلي واجيلك. ولادي بيعيطوا عايزيني في حاجة، ابني بيصرخ هصلي واروح له عادي، مش هيجرى له حاجة من العياط، ما هو بيعيط ليل بالنهار يعني ما حصلوش حاجة. هصلي وانا شايلاه، غيري له ونضفي له وشيليه وانت بتصلي. العزومه، الناس طالعه على السلم، اهلا وسهلا اتفضلوا اصلي واجيلكم. هما مش اهم من الجنه يا حبيبتي، مش هنبيع الجنه عشانهم. ايه هيزعلوا انك سبتيهم ودخلتي تصلي؟ يا الف نهار ابيض، ما تجوش تاني. مش هاجل الصلاه عشان حد، عشان ما حدش من اللي هاجل الصلاه عشانه هينفعني، ما حدش هيشيل العقوبه عني. اي حد عايزك تاخري الصلاه، اي حد بيعطلك، هتيجي بدالي في الاخره؟ لا طبعا يفتح الله. فلما الموضوع يخص اخرتك خليكي بتاعت مصلحتك قوي. حتى لو حد هيزعل، حتى لو حد هيتقمص انك تأخرتي عليه 5 دقايق، يتقمص. ما تحطيش حد في دماغك، فكري في نفسك وفي آخرتك. الآخرة خير وأبقى، هي اللي أبقالك، ورضا ربنا هو اللي بقيلك، مش رضا الناس. إن شاء الله ما رضيوا عنك. أنا حياتي كده واللي عاجبه حياتي على كده أهلا وسهلا، مش عاجبه مع ألف سلامة. اللي عاجبه إن الصلاة أهم منه عندي هحطه على راسي. اللي مش عاجبه عايز يتقمص وعايز يضيع لي وقتي في القيل والقال والحاجات اللي ملهاش لازمة، مع السلامة. مش هأجل صلاتي عشان الجنس مخلوق
ولتسقط اي حاجة واي حد هياخدني عن صلاتي. خلي ده مبدأك، وخلي عندك شخصية قوية، وخلي شخصيتك القوية دي يكون همها على مصلحتك ومصلحتك في الصلاة. يا ريت الحلقة دي نبعتها لأي حد نفسنا انه يحب الصلاة، يمكن حد يستفيد وربنا يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم بإذن الله. كنت معاكم كنزي زهرة، واسيبكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.